بدل ما تشتريها ب 50,000 جنيه تقدر تعملها وب 50 جنيه بس. اللوح اللي قصادك دي كلها ناس اول مره في حياتها تشتغل اكريليك بورينج. بص الحلاوه اللي الناس مطلعاها، بص التفاصيل اللي طالعه جوه، بص دمج الالوان عامل ازاي. لو انت عايز تعمل ده كمشروع اصلا لوحده دي حاجه كبيره جدا، انك اكيد بتتفرج بتشوف اللوح دي بتتباع بكام وهي هاند ميد مش مطبوعه. ده شغل الناس في كورس الاكريليك بورينج النهارده، وده شغل الناس في كورس الديكوباج. شايف الجمال؟ شايف التشققات ديت بتتعمل بحاجه اسمها كراكليه وبيطلع شكل فظيع جدا جدا. يعني دي تشققات في اللون مش رسمه. الرسمه هي النحل. بص كده على الفانوس ده تحفه، او على التابلو اي حد في الدنيا هيشوفه جميل جدا. والصابونه دي على فكره يا جماعه هتقعد كده لحد ما تخلص خالص. يعني الرسمه دي هتفضل على الصابونه ديت لحد ما الصابونه دي تخلص. كل اللي انت شايفه قصادك دوت ناس اول مره في حياتها تقريبا تشتغل ديكوباج او اكريليك بورينج. الحلو بقى ان هم من اول مره بيطلعوا نتائج مبهره. زيك انت كمان تقدر من اول مره تطلع نفس النتائج المبهره، بس تبقى عارف تبدا منين. دي اهم حاجه. هو ليه طلع نتيجه مبهره؟ طلع نتيجه مبهره لان في حد قال له هي دي النقطه اللي هنبدا منها. هو ده المهم اللي انت محتاج تبدا منه.